السلام عليكم. في خبر عاجل، السودان طلب من الصين تعديل تقنيات المستخدمة في تشغيل طيارات المسيرة الاستراتيجية والانتحارية الصينية. قال إنه المستخدم النهائي اللي أنت بعت له كانت الإمارات، وهسه حاليا الإمارات أهداها للميليشيات الدعم السريع من أجل إنه يدمر البنية التحتية. وكانت رسالة الحكومة السودانية واضحة، صلوا على النبي وشيروا الفيديو. خلينا نشوف إنه الحكومة السودانية طلبت من الصين بيعطوا طريقة وبكيف، هل إنه ده القانون الدولي بيسمح ولا لا. الحكومة السودانية طلبت بالصين كأنه دولة صديقة وبيربطوا على العلاقات تاريخية ومصالح استراتيجية متبادلة لفترات وأزمات طويلة جدا جدا. وفي قانون في الأمم المتحدة للبايع بين الدولة والدولة للأسلحة عندها اسمه End User Certificate EUC، وهي المستخدم النهائي للحازة الأسلحة أو الطيران. لكن هنا لما يلقوا المسيرات اللي بوها باسم أبو ظبي، يلقوها مستخدمين ميليشيات الدعم السريع في تدمير البنية التحتية السودانية بما فيهم منشآت تابعة لدولة الصين في السودان، هذا يعارض القانون الدولي. لكن في الأمم المتحدة، وهنا الأمم المتحدة ما بتدخل، لكن الصين يستطيع أنه يتدخل. فلذا السودان طلب من الصين بأن تزويد الميليشيات بالأسلحة الصينية الصنع يعارض بشكل واضح مع موقف التاريخي لجمهورية الصين الشعبية وعلاقته العميقة مع السودان وشعبه، والتي تجسد في معالم بارزة، ومنها مبنى قاعة الصداقة الشهير في الخرطوم، ودخلوا منشآت الصناعية مثل المستودعات البترولية اللي الصين شريكة فيها، وخطوط الأنابيب اللي استهدفت، والمولدات الكهربائية اللي جارت جزء منها كثير خروج صينية ومنها هدايا من دولة الصين. فالسودان طالبت بكل صراحة جدا، قال إننا في حكومة السودانية نرى أن تورط نظام أبو ظبي في تأجيج الحرب وارتكاب مجازر بحق الشعب السوداني يستوجب من الحكومة السودانية الصينية اتخاذ موقف حاسم وآجل في تعديل تقنيات المستخدمة في تشغيل هذا الطيارات المسيرة، وذلك صونا لمصداقية الدولية واحتراما لعلاقات التاريخية الراسخة مع السودان وشعبه. ودي خطوة عظيم جدا وخطوة كبير جدا من وزير الإعلام خالد العيسر، وخطوة كبيرة جدا من وزارة الخارجية لمخاطبة وزارة الخارجية الصينية في أمر زي ده. من المفترض يتم قبل سنة، عشان إنه أقل لسنة ونص في بداية استخدام الحاجات دي، عشان إنك أنت تكون خطوتين قدام من الأدوك، لكن تعطي متأخرا أفضل من لا تأتي. تهيئة للشعب الصيني وتهيئة للشعب السوداني اللي عندهم علاقات راسخة وتبادلية وتجارية كبيرة جدا.